السلام عليكم ورحمة الله. المغرب غادي يمر لتحرير الدرهم أو ما يعرف بتعويم الدرهم انطلاقا من نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليوز. يعني ما بقاش بزاف. ما غاديش نهضر انا على الامور الاقتصادية لان كاين بزاف الفيديوهات والناس اللي شرحوا، ولكن الخلاصة ديال الشروحات تتقول ان سعر الدرهم غادي يطيح مقارنة مع العملات الاخرى، خصوصا الاورو والدولار. يعني بمعنى ناخذ مثال، مثلا دابا حاليا الا قلنا الدرهم كيدير 10 دراهم فاصلة 10 دراهم ونص. الاورو اورو واحد كيساوي 10 دراهم ونص. فممكن في شهر ملي يتم تحرير الدرهم بعد شهرين او 3 شهور يولي اورو واحد كيدير 13 درهم مثلا. ممكن، لانه في اغلب الاحيان غادي يطيح. انا بغيت نهضر على واحد القضيه اللي هي مهمه وكتهم جميع المغاربه اللي عايشين في برا، والمغاربه اللي في الداخل اللي عندهم عائلات في برا او اللي كيتعاملوا مع جهات في برا اللي كيتخلصوا منهم مثلا. فانا ملي كنمشي مثلا، لا صيفط ليا شي واحد من برا مثلا من العائله، ملي كتمشي تسحب الفلوس ديالك من البنكه ولا من اي شركه ديال سحب الاموال، كيعطيوك فلوس بالدرهم، مع العلم انك انت جاتك الفلوس بالاورو ولا بالدولار. وهذا بعض الناس غايقول لك شنو المشكل؟ هذا مشكل كبير. علاش؟ لان بعد تحرير الدرهم غتولي الفلوس هي عباره عن سلعه، ما غتبقاش طريقه للتعامل، وسيله للتعامل. بمعنى مثلا ملي غادي نشد انا مثلا صيفط ليا شي واحد 100 اورو من برا، غنمشي نشدها، هما غيصرفوا ليا بسعر ديال ديك الساعات. يعني مثلا افترضوا دابا 10 دراهم ونص الاورو، فغادي يصرفوا لي بهذا الثمن. ممكن غدا ولا بعدو يولي ب 12 درهم. يعني انا من حقي نشد فلوسي بالاورو ولا بالدولار، ما تبززش عليا انني نشد فلوسي بالدرهم. لانهم هما اش كيديروا؟ كيبدلوا لك العمله كيعاودوا يبيعوا العمله باعلى ثمن. وهذا هو المشكل الكبير، لان ملي تتحرر العمله المحليه كيولي الاورو والدولار عباره عن سلعه. ممكن انا نشد الفلوس كاع اللي عندي مثلا 100 مليون ولا 20 مليون، نمشي نحولها اورو ودولار ونخزنها حتى يطلع يولي ب 15 درهم. اورو كيساوي 15 درهم ونولي نحول. هذا هو المشكل، هذا مشكل كبير. وهذا المشكل خاصو يتحل، لان مثلا في دول اخرى اللي مديره تحرير العمله، مثلا مصر، بامكانك تمشي تقبض الفلوس ديالك بالاورو ولا بالدولار. انت كتطلب، الا بغيتي بالجنيه من البنكه ماشي مشكل، بغيتي بعمله اجنبيه ماشي مشكل. حنا لا، اي واحد عايش في برا صيفط فلوسه في البنكه ولا الوكاله تحويل الاموال، ملي غتمشي انت تقبضها ولا في الحساب ديالو كيحولوها ليه مباشره بالسعر الصرف ديال الدرهم. وغيعاودوا هما يبيعوا لوحدين اخرين، الناس اللي باغيين يشريوا العمله غيبيعوا ليهم بالثمن زايد اضافه، وكيضيفوا عليهم الضريبه. فانا كنظن ان هذا مشكل كبير، خصوصا من اللي غادي يتحرر الدرهم. لان مثلا افترضوا اليوم شديت 100 اورو وسعر الاورو مدير 11 درهم، ممكن بعد شهرين ولا 3 شهور يولي الاورو ب 15 درهم، يعني ولات 150، تزادت النص. النص هذه انا ضعت فيه، كون كان بقى عندي داك الاورو كنت صرفته انا في ديك الوقيته اللي طلع. فانا كنتمنى ان الناس يشاركوا هذا الفيديو باش ينبهوا الناس المسؤولين والاقتصاديين، لان ما يمكنش هذه الامور تبقى، خصوصا بالنسبه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، والناس اللي كيشدوا العائلات ديالهم في المغرب، وحتى الناس اللي كيتعاملوا مع الخدمات ديال برا، بحال الشباب اللي كيتعاملوا في الانترنت وكذا. فهذا شيء مهم جدا، اننا كنطالبوا اننا نشدوا الفلوس بالعمله الصعبه ماشي بالدرهم. ديك الساعات حنا احرار، فوقتاش ما بغيت نحول فلوسي للدرهم نحولها، شغلي هذاك. وشكرا والسلام عليكم. ما تنسوش تقيدوا معنا وتشاركوا الفيديو، والى اللقاء.